أكثر تجربة مرعبة في التاريخ، تجربة الكون 25. واللي غنبداها بسؤال: كيفاش كتوقعوا غادي تكون حياة كل واحد فينا، وشنو غادي يطرا الا كان العالم كامل متوفر ليه حياة زوينة بلا فقر بلا مشاكل بلا امراض بلا جوع بلا خوف؟ واكثر من هذا الشيء كامل ما مطلوب منك حتى حاجه في هذه الحياه. الحاجه الوحيده اللي مطلوبه منك في حياتك واللي خلقتي من اجلها هي انك تتمتع بكل لحظه في حياتك، وبلا ما تخاف ان شي واحد يحسدك ولا يغير منك، لان البشر كامل غتكون متوفره ليه نفس الشروط. بمعنى اخر 8 ديال المليار ديال البشر على سطح الكره الارضيه كلهم عايشين حياه الرفاهيه. اذا كنت كتعتقد ان كل شيء غادي يكون مزيان ومقاد، فاسمح لي نقول لك خطأ. وإلا بغيتي تعرف علاش، اجي تبع معايا تجربة الكون 25، واللي في نهاية الحلقة غادي تعرف علاش بالضبط سمات بهذا الاسم. مفهوم الحياة بدون معاناة ماشي مفهوم جديد، بالعكس هو مفهوم قديم وقديم بزاف، وتكلموا عليه بزاف ديال المفكرين والفلاسفة. اشهرهم الفلاسفة الاغريق، وعلى راسهم افلاطون صاحب فكرة المدينة الفاضلة، اللي كلشي كان كيعتقد اننا لو استطعنا نبنيو هذه المدينة الفاضلة فهي غادي تكون احسن فكرة واحسن مدينة ممكن يعيش الجنس البشري فيها. حتى جا واحد العالم كبير اللي كان الاسم ديالو جون كالون، اللي كان متخصص في علم الحيوان وبالضبط في السلوك عند الحيوان، واللي غادي يقول بان فكره المدينه الفاضله هي فكره فاشله، وان الانسان مستحيل يعيش ويكون سعيد واخا توفر له كل شيء، لانه كيبقى انسان، والانسان دائما كتبقى ناقصه شي حاجه، ولانه كان عارف ان الاغلبيه فينا ما غاديش يصدقوه، ما غاديش يتيقوه، وما غاديش يسمعوا لهذه الفكره ديالو. قال لهم اجيو تشوفوا. وفي سنه 1968 غادي يطلق اغرب واكثر تجربه مرعبه في التاريخ، تجربه الكون 25، واللي خدا فيها صندوق كبير الابعاد ديالو 7 متر على 7 متر، بمعنى 49 متر مربع، يعني تقريبا قد شقه من شقق السكن الاقتصادي اللي كتوفرها الدوله للانسان او المواطن المغربي في هذا الوقت. غياخذ هذا الصندوق وغيحط فيه 8 ديال الفئران، 4 ديال الذكور و4 ديال الاناث، وغادي يوفر لهم داخل هذا الصندوق اي حاجه كيتمناها المواطن المغربي، يعني الفار. غادي يوفر لهم الامن والامان، يعني ان الصندوق كان محمي ومستحيل ان شي قط او شي حيوان اللي كيشكل خطر على حياتهم انه يوصل لهم. ثانيا الاكل والشرب لا ينتهيان، 24 ساعه على 24، 7 ايام على 7 ايام. اماكن اللعب والرفاهيه اللي كيحتاجوها الفئران متوفره بشكل كبير، حتى المساكن والجحور متوفره وبشكل كبير بزاف، بمعنى ان الفار ما مضطرش انه يحفر حتى جحر او يبني مسكن ديالو، بل حتى درجه الحراره اللي داخل الصندوق غادي يوفر لهم درجه الحراره المثاليه اللي كيحتاجها الفار باش يعيش في ظروف جيده، يعني ما كاين لا برد ولا صهد. فهذا الصندوق اللي كان بمساحه 49 متر مربع كان بمثابه كويكب صغير بالنسبه للفار، يعني اتساع موجود. كما انه اختار 4 ديال الذكور و4 ديال الاناث، يعني حتى مشكل الغريزه الحيوانيه والتزاوج ما غاديش يكون مطروح في هذا الصندوق. هذا الصندوق اللي كان بمثابه جنه الفردوس بالنسبه للفئران. ونزيدكم هو انه فاش اختار هاد الفئران اختارهم بناء على نتائج تحاليل دقيقه كتبت على انهم خاليين من اي مرض. وهنا ما بقى لنا الا ملاحظه ومراقبه هذا المجتمع ديال الفئران اللي عايشين في المدينه الفاضله ديالهم وفي ظروف كيتمناها اي فار. وغادي نشوفوا كيفاش غادي تتطور الامور في مجتمع الفئران. لمده ديال 6 شهور وهو كيلاحظ وكيراقب السلوك الحيواني ديال هاد الفئران، اللي لاحظ انه غادي بخير وعلى خير. الفار عايش واكل شارب ناعس مرتاح لاعب مزوج، كل شيء غادي مزيان. 8 ديال الفئران اللي وضعهم في الصندوق النهار الاول تكاثروا ما شاء الله، ولاو الان 600 فار، ومع ذلك مازال الاتساع موجود، الاكل متوفر بكميات كبيره، وحتى الحاله الصحيه والنفسيه ديالهم ممتازه بشكل كبير. المهم الفئران عايشين حياه الرفاهيه. ولكن من بعد 10 اشهر كالهون غادي يلاحظ ان سلوك الفئران بدا كيتغير، وان السلوك العدواني بدا كيطغى عليهم. الفئران بدا بيناتهم الصراع اللي كان سببه هو كرسي الحكم، بحيث ان مجموعه من الفئران القويه بداو كيتقاتلوا على السلطه وعلى شكون غادي يكون حاكم القطيع. وفي عالم الحيوان اذا استطاع شي فرد انه يستولي على السلطه كيكون واجب على الطرف الاخر الخاسر انه يغادر المكان ويمشي بعيد. وهذا الشيء اللي كان كيوقع فين ما كان كيخسر شي فار كان كيمشي كيشد شي كوان بوحدو، ولكن الحب ديالو للسلطه والحب ديالو للزعامه ما كانش كيخليه انه يستسلم. فالفار اللي كيمشي لشي كوان كان ضروري كيدور به مجموعه اللي كيحاول انه يكون هو القائد ديالهم. وهنا ذاك المجتمع ديال الفئران اللي كان عايش متحد وبخير مع راسو ولا كيتفرق وكتكونوا فيه احزاب وجماعات وفرق، كيتفرق بسبب الحب السلطه. واكيد غتبدا الحرب والمواجهه بيناتهم. وغادي يلاحظ جون كالهون والفريق ديالو ان الفئران القويه ولات كتعتادي وكتهاجم الفئران الصغيره وكتحاول تاكل لهم الاكل ديالهم، رغم ان الاكل موجود وغير شايط وما خصهم حتى خير، ولكن هي ضروري خاصها تحيد الفئران الصغيره رزقها. وتطور هذا الشيء لدرجه ان الفئران الكبيره ولات كتغتصب اناث الفئران الصغيره، وحتى بالنسبه للاناث غادي يتاثروا بهذا الوضع بزاف، لدرجه انهم ولاو عدوانيين حتى مع الصغار ديالهم، فولاو كيعنفوا الصغار ديالهم بشكل كبير وكيضربوهم، لدرجه ان كاين فيهم اللي كتقتل
تقتل الصغار ديالها. استمر هذا الوضع لمده عام تقريبا. من بعد عام بعض الفئران ولات كانيبال، كتقتل وكتمزق الفئران الصغيره وكتاكل لحمها رغم ان الماكله غير شيطه. في المقابل غادي يلاحظ كالهون ان واحد المجموعه من الفئران كانت مسالمه، بحيث انهم خداو واحد الكوان ديالهم عايشين بوحدهم وبعاد على العنف. ولكن هذه المجموعه المسالمه ومع مرور الوقت غتبان فيها واحد الظاهره غريبه اللي هي ظاهره الشذوذ الجنسي. فولاو الذكور كيتزاوجوا بيناتهم رغم ان الاناث موجودين، وهذه الظاهره اللي ما لقى لها كالهون حتى تفسير. وهذا الشيء اللي ادى بدوره لظهور امراض غريبه ونادره بيناتهم، رغم ان كالهون قبل ما يبدا التجربه كان حريص على انه يدير في ذاك الصندوق غير الفئران السليمه اللي خاليه تماما من اي مرض واللي ممكن انهم يورثوها للاجيال اللي بعدهم. من بعد عام و8 شهور كان في الصندوق بالضبط 1860 فأر، والاكل والشرب ودرجه الحراره وكل شيء متوفر لهم بشكل مثالي. ولكن الوضع ديالهم كان غادي وكيسوء، بحيث ان الفئران حديثي الولاده ولاو كيموتوا بزاف وهم صغار نتيجه الظروف البيئيه العنيفه اللي كيتزادوا فيها. من بعد عامين على بدايه التجربه الوفيات بدات كتزاد بشكل كبير وبشكل جنوني بسبب الامراض اللي انتشرت بشكل كبير وبسبب القتل بين الفئران. بعد 2 و3 أشهر مجتمع الفئران داخل هذا الصندوق بدا كينقص بزاف وكينقارض بسبب عاملين: ضعف الولادات وارتفاع الوفيات. ضعف الولادات لان الاناث ما بقاتش كتحمل، لان الشذوذ الجنسي بين الذكور كثر بزاف، وعدد الوفيات بيناتهم كبر بزاف بسبب الامراض اللي انتشرت نتيجه ذاك الشذوذ الجنسي ونتيجه القتل والاعتداءات والصراعات بيناتهم. هنا كالهون قرر انه يتدخل باش يحاول ينقذ هذه المستعمره من الانقراض، وزاد بعض الازواج ذكور واناث اللي اختارهم بعنايه من بعد ما دار لهم تحاليل باش يتاكد انهم خالين من الامراض، وبدا كيراقب. ومن بعد يومين بالضبط كالهون غادي يلاحظ ان ذاك الازواج اللي زاد في ذاك المستعمره قتلوا بعضياتهم بدون اي سبب، فقرر انه ما يعاودش يتدخل في هذا المجتمع وانه يكتفي فقط بمراقبه وتسجيل الملاحظات. ومن بعد 900 يوم من بدء التجربه انتهت التجربه بوفاه اخر فأر اللي كان هو اقوى فأر، واللي في ذاك النهار قرر انه يقتل جميع الفئران المتبقيه في ذاك المستعمره، واللي بمجرد ما انتهى من هذه عمليه القتل والتصفيه اللي دار ذاك الفئران اللي بقاو تما في ذاك المستعمره بدا كيضرب راسهم على ذاك الصندوق حتى مات. كانت هذه هي التجربه. وقبل ما تبدا التجربه كان كالهون سول الناس وسول حتى فريق العمل ديالو، قال لهم شنو كتوقعوا غادي يطرا الا درنا هذه التجربه. الجميع بما في ذلك الفريق المساعد ديالو حتى واحد ما توقع هذه النتيجه وحتى واحد ما عطى الجواب الصحيح. وهنا كالهون قال لهم بانني كنت عارف النتيجه ديال هذه التجربه، بل وكنت عارف التفاصيل بدقه شنو غادي يوقع. قالوا ليه كيفاش درتي تعرفتي؟ قال لهم لانه قبل من هذه التجربه هذه درت 24 تجربه مماثله كلها كانت كتعطي نفس النتيجه، وهذه التجربه هذه هي الفيرسيون 25 اللي قررت انني نشاركها معكم ونخرجها للعالم ونعلن عليها. اذا كان هذا الشيء هذا منطبق على الفئران، ففي نظركم اذا درنا هذه التجربه هذه على البشر واش غتكون النتيجه ديالها مماثله للنتيجه ديال التجربه على الفئران او مخالفه؟ انا كنظن ان النتيجه غتكون مشابهه وربما اسوأ. نتمنى تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم. تحياتي لكم، السلام عليكم.